السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بخير وفي احسن حال. كنا لسه بنقول اهلا رمضان وهنعمل ايه في رمضان، ودلوقتي خلاص عدى التلتين وفاضل التلت. تمام. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام صلوا عليه بيقول ايه؟ من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام. يعني اللي هيقيم رمضان تمام ايمان واحتساب لوجه الله فايه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب دلوقتي هل حد فينا قام رمضان كامل ال20 يوم كلهم ومستعد يكمل بقى عشان يبقى خد رمضان كامل ايمانا واحتسابا؟ اكيد قليل قوي. تمام. طيب في اوبشن تاني ايه بقى؟ من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له. طيب يبقى احنا دلوقتي بدل 30 يوم بقى عندنا بقى ايه العشرة الاواخر. تمام. في ناس بقى بدات بهمه عاليه وبداوا دلوقتي ايه يتراخوا بقى والدنيا بقى ونستعد للعيد ونستعد لتنظيفه العيد، وده طبعا غلط جدا جدا وبنضيع خير عظيم. تمام. ال10 ايام دول فيهم ليله خير من 1000 شهر. اي عباده فيها كانك عبدت ربنا اكتر، يعني احسن كمان من 1000 شهر. ويقال انها سميت ليله القدر لان بتتغير فيها الاقدار. يعني ايا كان ربنا كتبنا ايه سبحانه وتعالى، لو احنا دعائنا دوت صادف في ليله القدر وكان عكس اللي ربنا كتبه لنا، اقدارنا بتتغير. اقدارنا بتتغير. مين فينا ما عندهوش دعوات؟ مين فينا ما نفسهوش في حاجه وفي منا اللي هو شايف تكاد تكون صعبه او مستحيله؟ كلنا تقريبا. ففرصه مش عايزين نضيعها. تمام. يبقى اتفقنا فضل ال10 الاواخر دول ليهم فضل عظيم، عشان ما نطولش في الفيديو. فيهم ليله خير من 1000 شهر. تمام. تمام. طب دلوقتي عندنا مشكله. زمان كنا بنبقى شاكين هل الرؤيه صح هل الرؤيه غلط، وبنتحرى الليالي الوتريه، لان الرسول برضو عليه الصلاه والسلام صلوا عليه قال تحروها ايه في الوتر. طيب دلوقتي بقى حرفيا تقريبا نص الدول العربيه هيبقى عندهم ليالي وتريه والنص التاني هيبقى عندهم ليالي زوجيه. يبقى نرجع بقى تاني كده حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وهنقيم الايه ال10 ايام كلهم. تمام. طيب النهارده اللي هي ليله النهارده الاثنين ليله الثلاث ديت هتبقى الليالي الوتريه في بعض الدول العربيه ومنهم السعوديه. احنا في مصر بكره ان شاء الله باذن الله هتبدا الليالي الوتريه عندنا. طب تخيلوا بقى مين صح مين غلط ما يشغلناش. تمام. لان العباده كلها خير اصلا في اي وقت. تمام. طيب هنيجي بقى لو النهارده بقى هم الاصح والنهارده عندهم ليله 21 والنهارده ليله القدر واحنا بقى مستنيينها بكره عندنا مثلا، يبقى احنا فوتنا خير عظيم جدا. تمام كده. يبقى ان شاء الله باذن الله نبدا من النهارده معاهم ونتوكل على الله ونبدا نستعد بقى وكانها ليله القدر. طب هنعمل ايه؟ في ناس كتير مش عارفه طب اعبد ربنا ازاي. اعبد ربنا ازاي عشان لو صادف ليله القدر يبقى انا كده ايه تمام. الموضوع مش صعب قوي، بس محتاج شويه مجهود وشويه نيجي على نفسنا علشان ان شاء الله باذن الله نحصل الاجر. بتبدا اي ليله من بعد ما بنفطر من بعد المغرب ولغايه عندنا اذان الفجر. طب بنعمل ايه؟ طبعا كده كده المغرب احنا بنصلي المغرب وبنفطر. بعد كده هنقول اذكار المساء بتاعتنا، وبعد كده ممكن نقعد يا اما نذكر ربنا لو احنا مثلا داخلين المطبخ او عندنا حاجه بنعملها ومش عارفين نقعد نقرا قران، فيبقى خلاص نقعد نذكر ربنا لغايه لما يجي وقت العشاء. نصلي العشاء بقى وبعد العشاء نبدا نقرا قران شويه. نصلي بقى الستات في البيت تصلي بقى تهجد شويه قيام ليل. تمام. او اللي احنا بنسميه هنا عندنا التراويح. نصلي ونقرا قران. هو هناخدها كده في الليالي صلي اللي انتوا عايزينه، العدد اللي انتوا عايزينه، بكم الايات اللي انتوا عايزينها والسور اللي انتوا عايزينها. تمام. صلينا نصلي على قد ما نقدر. تمام. تعبنا نقعد نمسك المصحف ونقرا قران. تعبنا يبقى نقعد نسبح ونستغفر ونصلي على النبي. تعبنا نقعد ندعي واحنا قلنا قبل كده ان الدعاء عباده. ندعي بكل اللي نفسنا فيه، وهعمل لكم فيديو ازاي ندعي ربنا وان شاء الله باذن الله هتكون دعوتنا مجابه. تمام. باحاديث كلها عن الرسول عليه الصلاه والسلام صلوا عليه. بعد كده بقى لما هنيجي بقى هنقرب كده من السحور هنتسحر، وهيبقى الوقت الاخير دوت وبالاسحار هم يستغفرون. هيبقى استغفار 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 كتير. وبرده قلنا فضل الاستغفار، احنا اصلا ممكن بمجرد ما بنستغفر ربنا بس كل دعواتنا تتحقق من غير حتى ما ندعي بيها. تمام. يبقى هنقسم اليوم هنقسم الليله بتاعتنا من المغرب لغايه الفجر بالطريقه دي. طب في مننا كتير مش هيقدر يواصل، يبقى من بعد صلاه العشاء ممكن نصلي العشاء وسنه العشاء ونريح شويه، ممكن نصلي العشاء ونصلي التراويح ونريح شويه، وبعد كده نصحى نقيم الليل. بلاش تلفزيون.
الموبايل في اضيق الحدود، هنضيع وقت كتير ملوش اي لازمه. تمام. يبقى كده هنبدا من النهارده ان شاء الله باذن الله ايمانا واحتسابا كده لعلها تصادف ليله القدر، نحضر بقى كل الدعوات اللي نفسنا فيها. والله 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 ادعوا بيقين، وهنقول هندعي ازاي، واستنوا رمضان اللي جاي وشوفوا ان شاء الله باذن الله ازاي دعواتكم هتتحقق. انا بنصحكم، وانا واحده من الناس اللي بستنى العشر الاواخر دول واحضر بقى كل الادعيه اللي نفسي فيها. ومن رمضان اللي فات لرمضان ده الحمد لله ربنا حقق لي، لو مش كل الادعيه اللي دعيت بيها فكتير منها، سواء ليا او لكل اللي حواليا، الحمد لله ربنا استجاب. تمام. فيلا يا جماعه استعدوا ونشجع بعض، ونشير، يعني نشير فيه كلام كتير، انا او غيري نشير لغيرنا عشان نحمس غيرنا، لان دايما عارفين لما بنساعد بعض الموضوع بيبقى اسهل، وبيبقى عندنا كمان تحفيز، يعني حافز كده ان احنا كلنا بنجتهد، فكله بيحاول فعلا ان هو يجتهد. تمام. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي، وان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو ازاي ندعي ربنا بالظبط في ليله القدر، او في اي ليله من الليالي، او عموما ندعي ربنا ازاي. صلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.